جماعة الناس اللي بتبقى مستهونة بموضوع السحر والحسد والكلام ده، أحب أقول لك إن البني آدم اللي محسود أو مسحور ده يعني أبسط حاجة بيبقى عايش تايه في الدنيا، مش عارف نفسه رايح فين ولا جاي منين ولا عارف حياته ماشية إزاي. دايما كده عايش حياته تايه مشرد، ودايما بيحس إن هو متكتف، إيديه ورجليه متكتفين، مش عارف نفسه ماشي إزاي، مش عارف يمشي أصلا في الدنيا. ده غير إن هو دايما بيبقى مهموم، دايما حاسس بهم تقيل على قلبه، وحاسس إن الحياة عبارة عن كتلة من الهموم مرمية على كتافه. وده طبعا إحساس صعب جدا على أي بني آدم إنه يعيشه. فما تستهونش بكلمة حسد، وما تستهونش بكلمة سحر، لأن الحاجات دي فعلا بتخلي البني آدم اللي بيتعرض ليها بيعيش ظروف صعبة جدا، صعبة على أي بني آدم إنه يستحملها. فإحنا يعني ربنا يحمينا جميعا من الحسد، وندعي لأي حد متعرض للحاجة دي إن هو ربنا يخلصه منها على خير.